السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم حبايبي هنا في قناتي، قناة مطبخ سلوى. يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل ايه بقى مع بعض؟ هنعمل كده أكلة شعبية حلوة جدا، هتبقى خفيفة كده ولذيذة، وهعملها لكم بطريقة حلوة جدا. طبعا انتوا شايفين كده المكونات معايا قبل ما ابدأ الفيديو. بصوا بقى انا معايا هنا ايه. انا معايا ده بطاطس مكعبات اهي، مقطعاها وحطاها في ميه عشان طبعا ما تسودش. ومعايا بتنجان مقطعوه برده مكعبات وسايباه في مصفى، وحط عليه رشه ملح عشان انا عايزاه ينزل كل الميه بتاعته، عشان لما اجي اقليه ما يشربش زيت معايا. هو كده كده بيشرب زيت يا جماعه، خلينا متفقين. بس لما بنحط عليه رشه الملح ديت وبنسيبه يصفي ميته ما بيشربش زيت زي ما بايه ما بنعمله على طول. وطبعا معايا طماطم اهي لسه هقطعها بقى، ومعايا فلفل حراق، ومعايا فلفل رومي، ومعايا هنا بطاطس تانية اهي متقطعه برده مكعبات، حطها في ميه. بس دي بقى انا هسلقها، لان انا عندي جزء ما بياكلش مسقعه وجزء بياكل مسقعه. فانا لما بعمل الاكله المسقعه دي بعمل معاها بطاطس مهروسه، وبعمل عليها كده بيض مسلوق، بهرس عليها كده بيض مسلوق. هعملها معاكم دلوقتي، بتبقى حلوه جدا وبتبقى ايه طعمها جميل جدا. تمام. فانا هروح بقى دلوقتي. احنا طبعا انتوا كده عرفتوا خلاص احنا هنعمل ايه. احنا هنعمل معانا النهارده مسقعه، بس انا هعمل مسقعه بطريقه حلوه كده وخفيفه ولذيذه تناسب الجو الحر اللي احنا فيه ده. دي طريقتي اللي انا بعملها بيها على طول، ما بغيرهاش، عكس طريقه امي الله يرحمها. يعني كانت الله يرحمها امي كانت تعملها كده بصلصه وتعصر قوطه كده في الخلاط وتعمل دقه وكده ليها. انا ما بعملهاش كده. انا هعملها دلوقتي معاكم في الفيديو ان شاء الله، وهنشوف هنعمل فيها ايه. بس هروح بقى ايه بقى عشان ما اطولش الفيديو عليكم. هحمر البتنجان وهحمر البطاطس وهقطع الطماطم بتاعتي عشان انا بعملها بطماطم متقطعه. وبعد كده بقى هوريكم هنعمل ايه واحنا ايه ماشيين بالخطوات واحده واحده. بعد ما احمر البطاطس واحمر البتنجان. تمام. لو وصلت بقى لحد هنا كده في الفيديو ما تنسوش طبعا تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا الجرس، وطبعا كومنت حلو كده منكم عشان يوصل لكم بقى مني كل جديد. واسيبكم كده ايه واقول لكم ايه 5 كده وارجع لكم احمر بس كده البطاطس والبتنجان وهنرجع بقى مع بعض. هنعمل بقى ايه على بال ما البطاطس بتاعتنا تتحمر. هنعمل الخلطه او التخديعه بتاعت الايه بتاعت المسقعه بتاعتنا. تمام. بصوا احنا معانا ايه بقى. انا معايا هنا دول فصين كبار من الثوم ومعلقه واحده بس من الزيت. انا مش عايزه زيت كتير عشان طبعا المسقعه بتاعتنا فيها بتنجان مقلي وفيها بطاطس مقليه، فايه احنا مش عايزين الزيت يبقى كتير عشان خاطر ايه ما يحميش على صدرنا ويتعبنا في الجو الحر ده. فانا عايزه زيتها يبقى خفيف. دي معلقه واحده بس من الزيت. هشوح كده معايا الثوم لحد ما اشم ريحته كده ويبتدي ياخد معايا لون ذهبي كده حلو، لون خفيف كده من التحميره. بصوا انا عايزه اللون الذهبي يبقى ايه يبقى حلو كده بتاع الطوميه، ما تبقاش محروقه ولا تبقى نيه. يا جماعه المسقعه بالطريقه دي خفيفه جدا جدا في الاكل وحلوه جدا وما بتحميش على الصدر خالص خالص خالص، عكس اللي بتتعمل بتاعت زمان بتاعت امهاتنا. طبعا ما يعلاش عليها، بتبقى في منتهى الجمال كانت. بس دلوقتي الجو حر واحنا مش مستحملين، فانا بعمل المسقعه بتاعتي بالطريقه دي طول عمري. بتبقى خفيفه جدا جدا وبتبقى حلوه جدا جدا. انا واخده الطريقه دي من جدتي امي الله يمسها بالخير ويطول في عمرها يا رب ويديها الصحه. اهي كانت بتعملها كده. بصوا بقى مش قادره اقول لكم الريحه عامله ازاي. طبعا الثوم خد اللون الذهبي الحلو، لون ذهبي كده على خفيف، وحطيت عليه الطماطم المتقطعه اهي. هعمل ايه بقى. هنزل معاكم بمعلقه من الخل كده، معلقه تكون حلوه كده من الخل، وهديها بقى ايه هديها الملح بتاعها، معلقه حلوه كده من الملح او نص معلقه كده اهي. ونخلي بالنا من الملح، ما نكترش الملح معانا واحنا شغالين في الوصفه بتاعتنا عشان خاطر ايه ما نحدقش الحاجه بتاعتنا. ونخلي بالنا من الملح عموما. يعني طريقه المسقعه دي حلوه جدا بجد، وكل اللي كلها مني عجبته جدا جدا. طريقه بسيطه وخفيفه ومش هتكمل معاكم بالظبط نص ساعه عين على البوتاجاز بتحمروا البتنجان والبطاطس، والعين التانيه شغاله فيها ايه في التغذيه بتاعتها او في الصلصه بتاعتها. تمام. حطيت بقى ايه حطيت معلقه كمون كمان. حطيت بقى هنا كده سريعا كده للوصفه بتاعتنا
انا اديت هنا فصين توم مهروسين، حطيت عليهم معلقه زيت واحده بس، شوحتهم لحد ما خدوا اللون الذهبي الخفيف. نزلت عليهم بطماطم متقطعه اهي، بصوا متقطعه كده مكعبات صغيره، ورحت نازله عليهم بمعلقه من الخل. ما نكترش الخل يا جماعه عشان ما يخليهاش مززه معانا وتبقى لاذعه كده وطعمها مش حلو. وفي نفس الوقت حطيت معلقه ملح وحطيت معلقه كمون. اخر حاجه بقى احطها لها عشان الحموضه، انا متعوده كل ما بعمل حاجه فيها صلصه بحطها معلقه سكر. تمام، معلقه السكر دي مش هتخليها تحمي على صدرك خالص خالص، هي كده كده مش هتحمي على الصدر لان هي كده كده خفيفه. معلقه كده من السكر تكون مش مليانه، معلقه تكون صغيره مش مليانه قوي. دي بقى هتعادل معانا الحموضه وهتعزز الطعم كده وهتخليها حلوه جدا ومش هتحمي على صدرنا خالص خالص، وهتديها تسكيره كده جميله جدا اهي. بصوا بقى هنسيبها كده. طبعا نظبط بقى الملح بتاعنا، لو انتوا حاطين ملح كده تدوقوه، لو عايزين تزودوا زودوا، عايزين تسيبوا الملح بتاعكم ما يكونش حادق قوي انتوا بقى ومزاجكم في الايه في الملح. هسيبها بقى انا لحد ما تتسبك خالص والزيت بتاعي كده الوش وتتسبك خالص وتنشف. بصوا بقى يا حبايبي معايا اهو البتنجان بتاعي قليته، بصوا، والفلفل اهو. الفلفل انا ما بقليهوش، انا بنزله بس كده في الزيت ياخد يعني تاخد تشميعه كده بسيطه وبطلعه عشان يبقى بنفس لونه كده. بصوا لونه حلو ازاي. ومعايا البتنجان بتاعي اهو، انا بقطعها مكعبات كده يا جماعه عشان خاطر تبقى حلوه في الاكل وتبقى على قد ايه اللقمه. ما بعملش البتنجانيه كبيره كده بحجمها او مدوره زي ما كنا بنعملها في الاول. يعني كانت زمان امهاتنا تقطع البتنجانيه حلقات كده او مكعبات كده كبيره، ومش مكعبات بقى، بتبقى البتنجانيه حلقات، تبقى حلقات كده مدوره وبياخدوها كده بالنص، يعني بيقطعوها بالنص تبقى نص دايره كده. لا انا بعملها كده مكعبات هي والبطاطس زي ما انتم شايفين اهو. بصوا بتبقى شكلها تحفه. ومعايا التخديعه بتاعتي هي خلاص اتخدعت، بصوا نشفت تماما من الميه اهي. هنزل بقى بكل البتنجان اللي انا عملته والبطاطس والفلفل كده وبعمل بقى بديها كده تقليبه على خفيف، وبعلي النار حاجه بسيطه، تشويحه كده على الخفيف اهي. انا عايزه بس كله يمتزج كده مع بعضيه وانا بقلب. اخلي بالي عشان مش عايزه البتنجان بتاعي يتهري، انا عايزه البتنجانيه تبقى مكعبه كده هي والبطاطس، مش عايزاهم يتهروا اهو. بصوا انا بس عايزه الصلصه بتاعتي تخش على كل البتنجان والبطاطس مع بعض، كلهم يمتزجوا كده مع بعض اهو. بصوا تقليبه كده من تحت لفوق، من تحت لفوق، ونخلي بالنا واحنا بنقلب عشان ما تتهريش وتحتفظ بشكلها وتبقى معانا مكعبات البطاطس سليمه هي والبتنجان. بصوا اهي من تحت كده لفوق، اجيب من على حرف الصينيه كده لجوه او من على حرف الحاجه اللي بتعملي فيها لجوه كده اهي. بصوا هسيبها بقى تاخد تشميعه كده خفيفه على النار، وهوطي النار عليها وهكتم بالغطا. وبعد كده بقى هدخلها معايا الفرن تاخد لون. بصوا يا جماعه لو انتوا عايزين تحطوا لها لحمه مفرومه ان شاء الله هبقى اعملها برده معاكم في مره كده باللحمه المفرومه، هتبقى هتعصقوا اللحمه، وبعد ما تعملوا الخطوه اللي انا عملتها دي خلاص عشان تدخلوها الفرن هترموا فيها اللحمه المتعصجه وتدوها تشويحه مع البتنجان ومع ومع الفلفل ومع البطاطس، تدوها تشويحه زي ما انا بعمل كده، وبعد كده تدخلوها في الفرن تاخد بقى وش. انا هدخلها دلوقتي، بصوا شكلها اصلا عامل ازاي من غير ما تدخل الفرن، شكلها تحفه ولونها جميل جدا. بصوا الالوان بتاعتها اصلا عامله ازاي، بصوا شكل الالوان اصلا، البطاطس مع البتنجان مع الفلفل تحفه حلوه جدا بجد. لو جربتوها بطريقه هتدمنوها وهتعجبكم جدا جدا وهتدعوا لي والله العظيم بجد. بصوا بقى انا هعمل انا خلاص اهي شايفين بتتشمع كده مع الحاجه، يعني مع الصلصه كلها مع قلب بعضيها اهي على البوتاجاز. وبعد كده بقى هدخلها تاخد تحميره كده خفيفه على الوش، بوريها لكم بقى في الاخر. وهنروح دلوقتي بقى نعمل مع بعض البطاطس المهروسه بالبيت وهوريه لكم بيبقى عامل ازاي. بصوا بقى يا حبايبي معايا البطاطس اهي سلقتها وهرستها كويس جدا اهي. بصوا عامله ازاي. حطيت بقى عليها حطيت عليها معلقه زبده، البطاطس المهروسه بالزبده بتبقى حلوه جدا. وحطيت عليها حبه ملح وحبه فلفل اسود بس، ما بحطش اكتر من كده. وهديها بقى هديها تحميره كده او تسخينه كده خفيفه. امسك بس معايا بالحته كده اهي. بصوا
بصوا بتبقى حلوه جدا البطاطس بالبيت دي، بس انا بصراحه مش بفضلها يعني، انا مش بحبها، ولادي هم اللي بيحبوها، وطبعا جوزي بيحبها، فانا بعملها لهم كده، بتبقى جنب المسقعه، بتبقى حلوه جدا اهي. بصوا اديها بس كده ايه تسخينه خفيفه عشان بس الزبده تفك معايا اهي. وهعمل ايه بقى بعد كده؟ هنحط بقى البطاطس نغرفها ونحط عليها البيض بتاعنا المسلوق. بصوا بقى ده معايا هنا بيضايه اهي مهروسه مسلوقه كده، ومش مش هرساها يعني، مقطعاها كده ايه حتت كده اهي. هديها بقى تقليبه كده في البطاطس بتاعتي اهي. بس بقى كده خلاص هغرفها وهوريها لكم بقى تبقى عامله ازاي. بصوا بقى يا حبايبي، هعمل بقى معاكم كمان الاكله بتاعتنا النهارده كده شعبي، كلها في شعبي كده وجميله جدا جدا وهتعجبكم قوي قوي قوي. هنعمل مع بعض بطاطس مخلله. ايه بقى البطاطس المخلله دي، وايه بقى ايه توابلها، وايه قصتها، هقول لكم دلوقتي هنعملها ازاي. بصوا بقى، انا مبدئيا هنا كده اول حاجه دي معايا اهي بطاطس مقطعاها مكعبات من اللي انا كنت حاطه منها في المسقعه بتاعتي، اهي، ومحمراها. بصوا بقى، عايزين تحمروها حمروها، عايزين تدوها سلقه بس تبقى ماسكه نفسها كده وفي نفس الوقت مستويه اسلقوها. انا لما بعملها محمره كده بتبقى طعمها احلى وبتبقى حلوه جدا. فهنسيب بقى البطاطس بتاعتنا كده على جنب، ويلا بقى نتكلم في ايه، في التتبيله الحلوه بتاعه البطاطس بتاعتنا المخلله دي، اللي انا نفسي بحبها جدا وبعشقها جدا جدا جدا. هقول لكم دلوقتي احنا حاطين عليها ايه. بصوا بقى، احنا حاطين ايه هنا حاطين قرن فلفل اخضر كده متقطع اهو. بصوا مكعبات كده صغننه اهو، وحاطين بقدونس، وحاطين هريسه شطه، وحاطين معلقه توم اهي لسه حطاها معاكم. ده توم على ايه، على فلفل احمر. تمام، انا ببقى عامله بطرمان كده توم على فلفل احمر، ببقى ركناه كده في الفريزر عشان اعمل منه ايه، بتنجان بقى مخلل، طماطم مخلله، بطاطس مخلله زي اللي انا هعملها معاكم دي. وهنزل عليها بمعلقه من الخل. بصوا على المعلقه كده اللي انا ايه حطيت بيها اهي. وهنزل بشويه ملح، خلي بالنا بس ان الملح ما نكترش فيها الملح عشان ما نبوظش الوصفه حرام. وشويه كمون، وعايزين نحط كزبره، هنحط حبه كزبره ناشفه طبعا. عايزين تحطوا كزبره خضراء حطوا كزبره خضراء بدل البقدونس. انا شخصيا بحب بحب البقدونس في الوصفه دي، ما بحبش الكزبره فيها. بصوا بقى، البطاطس دي انا كلتها في الحسين. تمام، كنا بناكل في محل كده او في مطعم كبده مشهور قوي في الحسين بقى دوت، معروف جدا هناك في الحسين شارع المعز. كان في محل هناك كبده مشهور جدا جدا، وكلنا بقى ايه، كلنا الكبده هناك ومعاها البطاطس دي. البطاطس دي تحفه جدا يا جماعه، حلوه جدا جدا. بصوا كانت نازله كده مع السلطات على الترابيزه اللي احنا كنا قاعدين بناكل عليها، وكان معانا بقى ايه، معاها كبده وميكس جريل وشويه حاجات كده مشويات. فكان اليوم دوت كان حلو جدا. وبعدين انا مش قادره انسى طعمها لما اكلتها هناك. فقعدت بقى كده مع نفسي كده وانا باكل، عايزه اعرف الطعم الحلو اللي فيها ده ايه. فطبعا صاحب المحل مش هيقول لي، فانا ايه، قعدت كده مع نفسي وانا باكل استطعم واشوف كده المكونات اللي محطوطه فيها لحد ما وصلت للتتبيله بتاعتها مع نفسي كده وانا قاعده. طبعا بقى مع اضافات انا حطيتها كمان لما عرفتها مع نفسي كده برضو. فلحد بقى ايه ما وصلت للطعم التحفه والتتبيله التحفه دي اهي. بصوا اللي كل البطاطس دي في المحلات الكبيره هيبقى عارف انا بقول ايه. وممكن كمان يعني بصوا، يعني ممكن كمان تكون مشهوره جدا كمان فين، في اسكندريه. محلات الكبده في اسكندريه بيعملوها حلوه جدا، وبتتقدم برضو مع الكبده المقليه اللي هي بالرده، لا اما الكبده المتشوحه، بتبقى حلوه جدا. الوصفه دي ممكن تعملوها جنب الفطار، تبقى حلوه جدا جنب المشويات، جنب الكبده. زي ما بقول لكم لو عاملين سجق، اكله كده شعبيه زي اللي انا عاملاها النهارده دي، مسقعه كده وبطاطس مهروسه، بتبقى حلوه جدا جنبها كنوع كده من المخللات او المقبلات، بتبقى حلوه جدا، او السلطات. هنقدم بقى الاكل دلوقتي كله مع بعضينا كده، المسقعه بتاعتنا مع البطاطس المهروسه مع البطاطس المخلله دي.
وهنشوف بقى شكل الاكل عامل ازاي. ولو وصلتوا لحد هنا معايا في الفيديو وعجبكم الفيديو، ما تنسوش طبعا تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا الجرس وتختاروا الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. ويلا بقى مع بعض نشوف الاكل بتاعنا لما خلص هيبقى شكله عامل ازاي. بصوا بقى يا حبايبي صينيه المسقعه بتاعتي. بصوا بعد ما طلعت، بصوا شكلها تحفه، بصوا عامله ازاي، والالوان بتاعتها جميله جدا. بصوا بتنجان مع البطاطس، بصوا حاجه كده جميله جدا جدا. طبعا اللي بيحبوا المسقعه هيبقوا ايه، عارفين انا بتكلم في ايه يا جماعه. والله بجد الاكل الشعبي ده حلو جدا، احلى من اي اكل تاني انتوا ممكن تاكلوه، احلى من الفراخ ومن البط من اللحمه. بتاكلوا بتشبعوا كده فيه، وتحسوا ان انتوا كده ايه، دماغكم كده اتظبطت واتعمرت كده بالاكل ده. بصوا حلو جدا جدا جدا. هروح بقى اغدا دلوقتي كده ونوريكم بقى الاكل اللي في الاخر هبقى عامل ازاي. بصوا بقى التحفه ده، بصوا الطبق التحفه ده. بصوا كل حته فيه ليها طعم كده مميز، وكل حته فيه ليها طعم جميل جدا. بصوا المسقعه جميله بتاعتي والله العظيم. كل اللي كلها مني عجبته جدا جدا جدا، واللي كلها مني وبيتفرج عليا دلوقتي يكتب لي في الكومنتات ويقول لي احنا كلناها وعجبتنا، ويقول لي طعم رايكم ايه فيها. طبعا انا عارفه رايكم، بس تقولوا لي بقى في الكومنتات. بصوا والبطاطس دي برضو اللي كلها مني قبل كده وبيتفرج عليا يقول لي ايه رايكم فيها، لان انا عملتها قبل كده كذا مره وكذا حد كلها من ايدي وعجبته جدا جدا جدا. بصوا عامله ازاي، بصوا تفاصيل البطاطس دي في منتهى الجمال. طبق بطاطس لو كلتوه والله العظيم بجد بجد مش عشان انا اللي عاملاه هتدمنوا طعمه بجد بجد. بصوا هيبقى حلو جدا، وبالذات مع الكبده ومع المشويات يا جماعه، عشان انا طعمه معلق معايا، عشان لما كلته مع كبده ومشويات فكان حلو جدا. بصوا ومعانا طبعا طبق البطاطس الجميل ده اهو، طبعا مغذي جدا عشان فيه بيض وعشان بطاطس. طبعا البطاطس مش مغذيه جدا عشان نشويات، بس هنحاول ان احنا نخليها تبقى مغذيه، ان احنا ما نحطهاش في الزيت ونقليها. فانا عملتها لهم كده مسلوقه وعليها بيضايه وعليها شويه بقدونس. طبعا البقدونس حلو جدا في الاكل اهو. بصوا شكل الطبق تحفه، طبعا عليها زبده. الزبده طبعا مغذيه وحلوه للولاد اهي. ومعانا طبعا طبق العيش الحلو دوت. يعني بصوا بقى، هاتوا بقى انجر عيش كده واقعدوا بقى كلوا واشبعوا. عيش بلدي حلو من الفرن البلدي. بصوا اهي، قولوا لي بقى ايه رايك في الاكله بتاعتنا. اكله بسيطه وخفيفه جدا 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 واقتصاديه جدا جدا. كلفتني بالظبط 25 جنيه. كيلو بطاطس ب15 جنيه، وكيلو بتنجان ب10 جنيه. وكان عندي بقى البيض في التلاجة، وطبعا القطع عندي في التلاجة، والفلفل 25 جنيه بالظبط اهو. بصوا 25 جنيه هتقعدوا تاكلوا وهتتظبطوا ودماغكم كده هتتعمر من الاكل الحلو الجميل ده، الاكل بتاعنا الشعبي الحلو اللي مفيش زيه ده. قولوا لي بقى ايه رايكم. غدا بسيط كده وخفيف كده النهارده على قد ايدينا، وبكره بقى نشيل مصروف النهارده على مصروف بكره، ونعمل اكل حلو للولاد، ونحاول كده نوفق وندبق كده في بيتنا. خليكي كده موفقه في بيتك ومدبره كده في بيتك، وحاولي تمشي نفسك على قد امكانياتك. ومش عيب ان انت تمشي على قد امكانياتك، العيب ان انت ما تعرفيش تمشي بيتك. بصوا اهو، ظبطوا حالكم كده في بيوتكم مع عيالكم ومع جوازاتكم، وربنا يسترها علينا يا رب، وكل واحد كده ربنا يفرجها عليه، وربنا يكرمنا كلنا يا رب من وسع اهو. بصوا ويرضي الناس كلها يا رب. قولوا لي بقى ايه رايكم في الفيديو بتاعي. لو عجبكم ما تنسوش طبعا تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا الجرس وتختاروا الكل، وتعملوا كومنت حلو كده منكم، وتدعوا لي بدعوه حلوه من قلبكم اهو. يلا اقول لكم بقى مع السلامه، وما تنسوش بدعوه حلوه من قلبكم.